الفيديوز اللي انا بعملها دي موجهه لمين؟ السؤال ده من المهم جدا جدا ان احنا نفكر فيه. اولا اللي انا بعمل لهم الفيديوز هم ناس عايزين فعلا يتعلموا الديجيتال ماركتنج او يتعلموا بطريقه تفكير مختلفه في حياتهم. الموضوع مش معتمد بس على فكره انك تتعلم تولز هتنفذها. يعني لو انت فاكر ان الفيديوز في الصفحه دي او في اليوتيوب او في المكان اللي انت بتتفرج عليا فيه هيساعدك ان انت تاخد التولز دي او تاخد الحركات دي تروح تطبقها علشان تزود الاعلان بتاعك او تجيب نتائج اكتر، فالموضوع مش هيمشي كده بالظبط. الموضوع هيمشي على كونسبت او فكره. الفكره معينه لما تكون عندك هتقدر تنفذها بالتولز او بالطرق المختلفه اللي هي موجوده عندك. وخليني اديك مثال. فاول ما الاعلانات ابتدت خالص من زمان، التارجت هو اكتر حاجه بتحدد الحاجه اللي انت عاوزها. كان التارجت بس هو اللي الناس بتلعب عليه. دلوقتي اتعلمنا حاجات اكتر بكتيره جدا من التارجت، بدليل ان ممكن التارجت بتاعك يكون صح معمول على اعلانين مختلفين، كل اعلان فيهم بيجيب نتائج ثانيه. ولما تيجي تركز هو الاعلان ده ليه اعلى من الاعلان ده، ممكن تلاقي ان جوده الديزاين كويسه، او ممكن تلاقي ان الكونتنت نفسه واضح بشكل واضح وصريح ودايركت، خلى الناس يخشوا يبقوا فاهمين هو ايه المطلوب منهم بالظبط. كل الكلام ده حصل بناء على التجربه، وبعد مرات كتيره جدا جدا عرفنا فيها مثلا العميل بتاعك بيتوه في وسط الكونتنت الكتير، واللي عايز يشتري بيبقى عايز يشوف النتيجه اللي في الاخر، اشتري على من هنا فيضغط يشتري من هنا. وفهمنا حاجات كتيره جدا زي ان البراند ممكن يديك قيمه للسعر، وان البراند نفسه بيسعر في وقت من الاوقات، وان الستوري هي اللي بتفضل في الدماغ، والحاجات دي كلها اتعلمناها ولسه هنتعلم ونتعلم عنها اكتر. فلو انت عايز تتعلم الموضوع ده فده موجود اصلا. التولز بقت بتساعد نفسها، بدليل ان انت ممكن تعمل اعلان على الفيسبوك او على اي بلاتفورم ثانيه وتخلي التارجت مفتوح، ما تدوسش اي تارجت خالص، وهتلاقي الاعلان بتاعك ممكن يوصل ويحقق نتائج اكتر من اي اعلان انت بتدخل فيه تارجت معين. لكن الفكره هي الاهم. زمان اول ما درسنا الاعلان، وانا فاكر الجمله دي كويس، كان بيقولوا ان مفيش فرق خالص ما بين الريتش وما بين الانجيجمنت وما بين كل الكلام ده، وان الهدف منهم في النهايه انه يوصل اعلانك او يخلي اعلانك يتشاف لاكبر عدد ممكن من الناس. وفي الاخر لو انت اعلانك حلو وعجب الناس هيتفاعلوا معاه، لو اعلانك وحش واي كلام وفي منه كتير مش هيتفاعلوا معاه. وهي دي نفس الفكره لحد دلوقتي. انت ممكن تكون بتتفرج على التلفزيون على اعلانين، واحد يخليك تكمله للاخر وتضحك وتتبسط، واحد تاني بيعدي عليه من غير اي حاجه ومن غير ما تفتكر هو عايز ايه. وفي امثله على كده كتيره جدا. فكل ده علشان نوصل ان احنا نعمل اعلان او نوصل لطريقه تفكير تخلي فعلا اللي احنا بنقدمه مختلف عن اي حد تاني، هو ده اللي احنا عايزين نعمله في الفيديوهات بتاعتنا.